بتفكر تسافر؟ بس في نفس الوقت بتفكر في تجربة جديدة ومختلفة؟ طب إيه رأيك؟ في رحلة على فندق عائم بيبحر بين الدول بالليل وبيرسى في المدن في النهار، والفندق ده عليه كل حاجة ممكن تتخيلها. أهلاً بيك على كروز الكوستا لومينوزا. لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. خلينا مبدئياً نعرفك إن رحلات الكوستا لومينوزا بيكون ليها كذا برنامج. بتبدأ رحلتك على كروز كوستا لومينوزا من تريستا، مدينة في شمال شرق إيطاليا حدودها قريبة من سلوفينيا. بنوصل قبل ميعاد رحلتنا بيوم، وبننزل على مطار ميلانو الدولي، وبنتحرك بعدها علشان نبات ليلتنا الأولى في فينيسيا. في صباح اليوم الثاني بناخد الباص من فينيسيا علشان نوصل لمدينة تريستا. بنوصل مينا مدينة تريستا، واللي يعتبر بالمناسبة أكبر مينا على البحر الإدرياتيكي. حيث العملاقة الفاخرة كوستا لومينوزا بتكون في انتظارك. ولو كنت بتتساءل على معنى اسم السفينة، فكوستا لومينوزا معناها بالإيطالية اللامعة، والحقيقة إنه اسم على مسمى. فمع ديكور الكوستا لومينوزا بالثريات الكريستالية المصنوعة من زجاج المورانو مع الإضاءات الداخلية والأقمشة البراقة، هتعيش رحلة لامعة من النور كل يوم. بعد وصولك وانتهائك من إجراءات التسكين على السفينة، بيكون في فرصة إنك تستكشف مدينة تريستا نفسها. وأفضل طريقة تفهم بيها تريستا هي فنجان قهوة من الدرجة الأولى على أشهر ساحتها بياتسا أونيتا ديتاليا، واللي بتطل على المينا مباشرة. بعد ما تخلص قهوتك اتمشى في شوارع المدينة القديمة. بعدها ممكن تطلع لأعلى نقطة في تريستا، مونت جريزا، عشان تشوف فيو غاية في الجمال والروعة لمدينة تريستا والبحر الإدرياتيكي. وبعدها بترجع على السفينة عشان تقضي ليلتك الأولى على الكوستا لومينوزا. بتوصل بعد أول إبحار وفي صباح يومك الثالث لمدينة سبليت، تاني أكبر مدينة في كرواتيا. سبليت هي المدينة اللي تحس إن الزمن وقف عندها. خلينا نثبت لك، دي مثلا المدينة القديمة في سبليت، فخد وقتك وانت بتتمشى بين شوارعها المرصوفة بالحصى وبيوتها القديمة وساحتها، لغاية لما تقودك رجلك للمكان ده، بالاتسو دي دوكليتسيانو. اتعرفت عليه مش كده؟ ده القصر اللي بناه الإمبراطور دقلديانوس سنة 295 ميلادية. وأيوة بالظبط، ده القصر اللي ظهر في كتير من مشاهد سلسلة جيم اوف ثرونز المشهورة. ومش بس القصر، ولكن كمان قلعة كيليس اللي ظهرت لأول مرة في الموسم الرابع من المسلسل لما غزت دينيريس مدينة ميرين. وبعد ما تخلص زيارتك للمعالم دي، اتمشى على الكورنيش واتغدى على واحد من المطاعم اللي بتطل على المينا قبل ما ترجع على الكوستا لومينوزا. بعد تاني إبحار وفي صباح يومك الرابع، ممكن تبدأ يومك بالسباحة في حمام السباحة الرئيسي مع 2 جاكوزي وكوكتيل فريش. وبعدها تاخد فطارك في مطعم البوفيه أندروميدا، وبنأكد لك إنك هتلاقي مختلف الأصناف اللي هترضي كل الأذواق. بعد ما تكون خلصت فطارك وجهزت، بتلاقي نفسك وصلت لواحد من أجمل الخلجان في العالم بدون مبالغة، خليج مدينة كوتور في مونتينيجرو. بتبدأ زيارتك لمدينة كوتور من المدينة القديمة، وسط الساحات والمطاعم والأسواق القديمة والمحلات اللي بتبيع هدايا تذكارية بتعبر عن المكان. وبتقودك الشوارع الضيقة للكنائس والمتاحف التابعة لليونسكو، واللي من أبرزها كاتدرائية القديس تريفن بتصميمها الروماني الرائع من الداخل وأبراجها الباروكية. بتخلص زيارتك للمدينة القديمة وبتتغدى على واحد من المطاعم، وبترجع تاني على السفينة. والليلة دي بعد ما ترجع ممكن تختم يومك بمشاهدة واحد من العروض الترفيهية على مسرح الكوستا. في اليوم الخامس
ممكن تجدد صباحك بفنجان قهوة مع الأشخاص اللي مرافقينك في الرحلة في الدور التاني في أتريا سوبر نوفا، واللي يعتبر قلب السفينة، وسط أجواء مرفهة وديكورات غاية في الفخامة مع حديث خفيف على القلب، لغاية لما توصل لوجهتك الجاية وهي مدينة أرغوستلي على جزيرة كيفالونيا في اليونان. من بعد نزولك على المينا بتشوف جمال أكتر من رائع لدرجات اللون الأزرق على أشهر شواطئ الجزيرة، شاطئ ميرتوس، واللي بيكون على مسافة أقل من ساعة بالعربية من المينا. بعد ما تاخد وقتك على الشاطئ سواء في السباحة أو حتى مجرد الاسترخاء، انطلق علشان تشوف جمال الجزيرة الخفيف في بحيرة ميليساني. وبعد ما تخلص زيارتك للبحيرة ارجع للسيتي سنتر وتغدى هناك واعمل جولة حرة لحين وقت رجوعك للسفينة. في اليوم السادس جدد نشاطك بعد إرهاق اليومين اللي فاتوا، وابدأ يومك في المنتجع الصحي سوليميو سبا بمختلف خدماته الفاخرة من ساونا وغرف مساج وجاكوزي وكمان صالون تجميلي. أو في صالة الجيم المجهزة بأحدث أجهزة تكنو جيم الرياضية. واستعيد نشاطك واستعد لجزيرة الأساطير اليونانية، جزيرة كورفو. الأسطورة بتقول إن بوسايدن إله البحر قضى شهر العسل على الجزيرة الخلابة دي، ولكن حبينا بس نقولك إنك أنت كمان هتحتاج تبدأ يومك على واحد من شواطئ الجزيرة الخلابة دي. حاول الوقت ما يسرقكش وانت على الشاطئ عشان تلحق تستكشف المدينة القديمة لكورفو، واللي تم إعلانها كموقع تراث عالمي تابع لليونسكو سنة 2017، وتزور أهم معالمها كنيسة القديس سبايرودون بأيقونتها الذهبية البيزنطية. وبعدها اتمشى في أكبر وأجمل ميدان في كل اليونان، ميدان سبيانادا، واللي هتلاقي فيه سبوتس كتير حلوة لصور تذكارية. وبعدها بترجع تاني على السفينة. في اليوم السابع بتكون وصلت لمدينة برينديزي في جنوب شرق إيطاليا. مدينة برينديزي هي مدينة ساحلية جميلة، والحقيقة إن مفيش طريقة تستكشف بيها المدينة أفضل من جولة تمشية حتى وبدون خريطة. جولة تمشية بتبدأ من الكورنيش صعوداً للعمود الروماني، مروراً بالشوارع والممرات الحجرية الأثرية واللي مازالت محتفظة بملامحها الرومانية، لغاية لما تقودك رجلك للشارع الرئيسي، شارع هتلاقي على جانبيه المحلات والمطاعم والكافيهات بقعدات أو الدور. بتختم يومك هنا وبترجع تاني بعدها على الكوستا لمينوزا. وبكده نكون وصلنا لتامن يوم والتامن مدينة ومحطة في رحلتنا، مدينة زادار في كرواتيا. لو حابب إنك تعمل حاجة مختلفة فالوقت المخصص ليك في زادار يسمح لك إنك تحجز زي تريب بالقارب لمدة 1.5 ساعة لأرخبيل كورنتي. الرحلة بتكون فرصة للسباحة والسنوركلينج أو الدايفنج. حابب تفضل في المدينة وتنتهز فرصة اكتشافها؟ فالمدينة القديمة في زادار بإطلالاتها الجميلة على البحر من أفضل المدن القديمة اللي ما زالت محتفظة بهندستها المعمارية. وعشان تشوفها على نطاق أوسع اطلع برج الكاتدرائية وشوف التشكيل المعماري للمدينة القديمة الأنيق من فوق، منظر رائع. اتغدى على واحد من المطاعم وشوف غروب الشمس من الكورنيش مع أصوات البحر اللي بتصدر من أنابيب، واستمتع بالرقص على منصة الألواح الشمسية اللي بتضيء بالليل. وبكده سواء اخترت الداي تريب أو جولة في المدينة بيكون يومك في زادار انتهى وبترجع تاني على الكوستا. اختم ليلتك الأخيرة في رحلة الكوستا لمينوزا بوجبة عشاء من البوفيه، واللي بيقدم لك مختلف الأصناف والأطباق من المطبخ الإيطالي ومطابخ عالمية. واستمتع بالأكل في قاعة تناول الأكل الرئيسية في الدور الثاني والثالث. ولو بتدور على وجبة أخيرة خاصة فالكوستا بتقدم لك 5 مطاعم من تخصصات مختلفة. في صباح اليوم التاسع والأخير لينا على الكوستا لمينوزا، وبعد وصولنا لمدينة تريستا مرة تانية بنغادر السفينة وبنتجه لمدينة فينيسيا عشان نقضي ليلتين فيها، وبالمرة نعمل جولة نستكشف فيها واحدة من مدن إيطاليا الساحرة بما إننا ملحقناش نعمل ده في بداية الرحلة. وجولتنا في فينيسيا في اليوم العاشر
بتبدأ من قلبها النابض ساحة سان ماركو، واللي هتحتاج تجهز كاميرتك لكم الصور اللي هتحب تاخدها في الساحة بسبب هندستها المعمارية الرائعة ومبانيها وتماثيلها. بنخلص زيارتنا للساحة وبننطلق لجسر ريالتو، أقدم وأكبر جسر في فينيسيا. ومن الجسر بنشوف مجرى القناة الكبير وشكل القوارب وهي بتعدي من تحته. وطول ما احنا ماشيين بنعدي على محلات الهدايا التذكارية عشان لو حبيت تحتفظ بتذكار من فينيسيا. بنتحرك بعدها عشان نزور واحد من مصانع زجاج المورانو ونتعرف على أسرار الصناعة المشهورة دي في فينيسيا. غالباً بعد الجولة دي هتكون جوع، فبنتوقف عشان نتغدى. وبننصحك بما إن ده يومنا الأخير في فينيسيا إنك تعمل جولة بقارب الجندول في الشوارع وأزقة المدينة. وفي اليوم ال11 والأخير من رحلتنا بنغادر الفندق بعد الفطار من فينيسيا، وبنتجه مرة تانية لمطار ميلانو الدولي عشان ناخد طيارتنا ونرجع على مصر بالسلامة إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتك معانا على الكوستا لمينوزا. مستني إيه؟ تواصل مع قسم الحجز عشان تلحق مكانك معانا في رحلتنا. ولغاية لما نشوفك ما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بحلقتنا الجديدة الأسبوع الجاي.